هنعمل النهارده مع بعض الكشري المصري بكل تكاته. طبعا كلنا عارفين المكرونه بتتسلق ازاي. هنجيب الحله اللي سلقنا فيها المكرونه، نحط حته سمنه وحبه زيت، وهننزل بالمكرونه بحبه ملح وفلفل اسمر. هنشوح كل ده مع بعضه وكده خلصنا السمنه. وطبعا كلنا عارفين الرز بيتعمل ازاي. هنحط المكرونه الشعريه وهننزل عليهم بالرز، وبعد كده هنشوح كل ده مع بعضه. اهم حاجه التشويح عشان الرز يطلع معانا مفلفل. وظبطنا ملحنا وحطينا الميه. انا النهارده بجد ماشيه من عند ماما، انا كنت عند ماما وعامله الكشري. ماشيه من عند ماما، الحلل كلها فاضيه ما شاء الله. هنعمل مع بعض الصلصه، حته سمنه ومعلقه توم مفرومه وعليهم حبة ملح، ونزلنا بعصير. بعد ما تتحمر هننزل بحبة ملح فلفل أسمر، حبة فلفل أسمر بس سوري، وهننزل بعصير الطماطم. ويبقى كده خلصنا، وهنسيبها تتسبك، يعني مش تسبيك قوي، لا تسبيكه وشوية كده. العدس حطينا عليه وهو بيغلي بصلاية صغيرة ممروطة بحبة ملح فلفل أسمر كده. البصل هنقطعه الجوليان وهنعفره بدقيق، وهننزل بيه في زيت سخن جدا وغزير. هيطلع باللون ده، وما تغمقوش عن اللون ده وما تغمقوش كمان عن اللون ده علشان هو بيغمق بعد كده. الشطة بقى 4 فصوص من الثوم وقرن فلفل، ومعلقة كبيرة من الشطة، ونص معلقة كمون، ومعلقة من الشطة الخشنة لو عندكم تمام، ما عندكمش خلاص، ونص كوباية من الخل، وكوبايتين من المية، ومعلقة من الصلصة اللي احنا لسه عاملينها. وكده الكشري المصري خلص، وبألف هنا وشفا على قلبكم. متنسوش المتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم اكتبولي في الكومنتات.